السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا في فيديو جديد. زي ما بتعودونا زي كل مرة، قبل أن نشاهد الفيديو تضغط لايك وأراكم في التعليقات شجعونا على كل جديد، وإذا أنت جديد اشترك في القناة وفعل زر التنبيهات لأجل توصلك كل الشعارات من الفيديوهات اللي ننزلها بالقناة. وبسم الله وندخل نشاهد الفيديو. صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد. برد يا بابا، برد يا الصبر يا ولدي، شوية وتطلع الشمس ونخرج ندفى فيها. ايش البرد هذا يا لطيف؟ ترى بتوت ترى بتيت. امانه برد 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 صباحك يا عم علي. صباح النور والعافية. كيف حالك؟ أنا تمام الحمد لله. المهم كيف الغرفة معك دافية؟ لا مش الجو دافي في الدكان يا ولدي، بعد عاد أنا شباب. يلا أنا ساير المحل، الله يكون في عونك. الله معك الله معك يا ولدي. قال لك برد، طبعا تقطع من البرد. حاشد تعال يا ولدي، تعال صلحك الله يا ولدي، تعال جلس تفدفأ ادفأ نفدي قلب ولدي. اسمع، انا قاعد اسير ادور لي عمل ندخلنا مصاريف وانت جلست تدفأ في الشمس هذا لو ما تجي. صبر هذا يا بصبري. تمام يا ولدي تمام، اصلحك الله يا ولدي. حفظ الله ولدي. ودل انا معك فحم يا با، والله يوفقك يا حاضر با. حاضر يا ولدي، وانت جلست تدفأ هنا لو ما اجي. تمام، صلح الله ولدي. يا الله يا الله يا رب عونك يا الله. أي نوبة صاحبي هذا يعلم الله وقد غلطت في الطريق. بالله أكيد من هنا أنا جيت من هذا الطريق. يا الله، إيش هذا؟ هذا فلوس حكمني هذا الزلط. والله اني فلوس ابصر حكمني. لا ماشي قد الباري اداها رزق الجهال امانه. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على رسول الله. الله يرزقك يا اخي محمد، امانه محل ما شاء الله. وينه محمد؟ وينه محمد؟ يا محمد، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف انت أسلم؟ حي الله عمي علي. الله يحفظك. لو سهلا نورت المحل. الله يسلمك، هذا نورك. حياك الله. الله يزيدك من خيره. امين يا رب. امر تدلل. ما شاء الله. والله كنت اشتكي في موضوع. تفضل يا عم علي. ايش يا امر؟ وانا ماشي في شارع والقى هذا ال5000. حلو رزقك. طبعا صرت سألت، دورت حق مني، سألت صاحب الدكان قال ماشي حقه ولا فلتت على حد. قلت قد الله اداها وقد داري بظروفي وخلاها لي في الارض. فقلت اديها لا عندك يا اخي محمد، تدي لي بطانيه
للجهال يدفوا بها. بيض الله وجهك، امانه انك كفو. الله يحفظك. وبشرى سارش يقول لك حاجه، ما. نزلت بطانيه جديد يعني صيني حاجه حاليه، الثنتين ب5000 والثالثه متجري اذا بزيت الثنتين. ثنتين ب5000 اكيد. ايش هو الخبر؟ 3 بطانيات ب5000. يا ربي لك الحمد. تعال ادي لك، تعال. يا ربي لك الحمد، الله يعطيك العافيه ويكرمك يا اخي محمد. وانا قبل اسبوع باع لي الحبه ب20,000 هذا وانا صاحب وصديقه. وهذا العرض الخاص يا عم علي، هذا عرض خاص وصل من الصين. يا ثنتين ب5000 والثالثه متجري اذا بزيت الثنتين. يا رب والله عرض رزقك. جاء في وقته. امانه رزقك، امانه ودي. ادي ال5000. هيا امسك. اها. امسك الله يحفظك. ولا تخليها لك مصروف. مع خليها خليها انك عنيد، انت عنيد. ما عقدن قيمه بطانيتك. ما ترضاك. ما دام قدو عرض قدو جاء من حظي. بز لك الثلاثه ولا زياده في العرض. بز الثنتين ولا. حلو. والدعايه الذي قلتيني. وهذا مجان. وهذا المجان الدعايه. امسك من هذا. الله يزيدك من هذا الخير. من محلات ابو ياسر. يا سلام. المورد الاصل البطانيه توله. الله يحفظك ويحفظ ابو ياسر. حلو. أها. خدمات لك ولا شيء. تسلم تسلم. دفي المراه والولد يدفي نفسه. ندفي الكل. والله اروح شوف ايش هو الخبر. الله يفتح عليك يا عم علي، امانه انك تستاهل كل خير. الله يوفقك. هي ما هو يا اخي محمد. خير. انت قلت لي والله البطانيات هذه بعت لي قبل اسبوع وقلت لي ان افضل بطانيات واحسن بطانيات. ايوه. بعت لي بكم؟ ب20,000. 20,000. وانا صاحبك وصديقك وهذا، كيف بعت ب20,000 وبعت لي الرجال قدامي من 1000 الحين؟ وانت بتسمع كلامنا من اول وانا مانيش داري. انت ما انتش فاهم ايش القصه يا اخي محمد. ايش القصه يا اخي؟ فهمني ما انا يا اشتاري. اخي هذا الرجال علي عزيز نفس من عزيزين النفوس، وانسان ما يرضاش حد يتقبل انه يدي له مثلا صدقه ولا شيء، ما يرضاش ابدا. فانا من محبتي له وهو جارنا جاء ومشي شبين له اني شديه له صدقه او اني شديه له معونه، قلت ادي 5000 وان في عرض خاص، يعني اعتبرها لوجه الله، عسى ان الله يكتبها عنده في ميزان حسناتي وتقع لي صدقه للدنيا والاخره. كتب الله اجرك. العفو منك العفو منك، فهمتك غلط. ما انا اشتاري. لا عادي ما دارش بهذا القصه. عادي كتب الله اجرك وزاد الناس من امثال. امين يا رب. واعذرني ما فهمت القضيه، ما فهمت المقصد. عادي يا قلبي عادي، خذ راحتك، انا افدي قلبك. يلا لفت عليك. خدمات ولا شيء. تسلم يا اخي لفت. وفي نهاية الفيديو كلام حبيت اني الامس فيها البعض منكم، يا ليت ان كل واحد يتخيل ان هذا الموقف حصل له. تكون شخص مرتاح، عندك وظيفة وراتب حالي، تدخل منه قرشين من اكل وشرب ومصاريف للعيال وكل حاجة يحتاجها بيتك، وفجأة تحصل ازمة وظروف ما كنت انت تتوقعها، ومع الايام تدهور حياتك وتتفاجأ يوم من الايام انك غير قادر على تغطية مصاريف البيت، وتدهور حياتك والوضع اللي انت فيه الى الاسوأ، وفوق هذا كله فيك عزة النفس، وما تشتي اي حد يعرف ايش ناقص عليك داخل البيت، ولا تشتي تدل نفسك لاي احد او تبين لاي حد انك محتاج لاي شيء ناقص عليك. بالله عليك تخيل هذا الموقف، يجي يوم من الايام ظروفك صعبة يجي ابنك ويضيق عليك ويقطع قلبك ويقول لك يابا ميت برد او ميت جوع، اسالك بالله ايش بيكون موقفك؟ اكيد بتكون مقهور ومنصدم وعاجز عن فعل اي حاجه، والله ليكون موقف يقطع القلب ويخلي العين تذرف دموع من القهر والباطل. المهم فيا ريت يا ريت لكل من يشاهدني ويسمع كلامي الان، كل اللي اشتيه من كل واحد منكم سواء كانت عندك الاستطاعه او ما عندك، اهم شيء تكون انك ناوي نيه من اعماق القلب، وسهل وربك حيسهل كل شيء، انت تتعاون بالقليل او بالكثير، كل اللي شيء منك انك تراجع ذاكرتك شويه وتتذكر اي حد في حارتكم او قريب من الحي اللي انتوا فيه يعاني من هذا الوضع سواء كان من جوع او من برد، انك تحاول بقدر الاستطاعه انك تساعد هذا الرجال او هذه الاسره المحتاجه بدون ان تجرح كبرياءه او كبرياءهم. تخيل اجرك وجزاك عند الله سبحانه وتعالى. وللعلم والله ان في بعض الناس مستعد يتحمل البرد والجوع والمخافه ولا يخلي اي واحد ينظر اليه بنظره الرحمه او الشفقه او العطف، وانا اعتقد ان مساعده اسره او شخص في مثل هذه الاوضاع من البرد او الجوع والله ان اجرها عند الله شيء عظيم. ولو كل واحد مننا راجع حسابه وحاول باقل شيء ان يامن او يوفر بطانيه او ثنتين بطانيات لاي شخص او اسره محتاجه يعانوا من هذا البرد، سواء بطانيه جديده او قديمه، واذا معك بطانيه قديمه عادي غسلها في المغسله وقرطصها وانك مع الاول. اسالكم بالله بعد هذا التكالف والتراحم هل بيظل احد في اليمن عاري امام البرد؟ ارجو من الجميع وبالذات اللي عندهم استطاعه ان يسارعوا بالنظر لمساعده من حوالي
اهاليهم يعانوا من هذا البرد دون جرحهم او ملامسه كبريائهم او تحسسهم انهم محتاجين لهذا الشيء. صح البعض يقول يا الله حان في روحي ادور حاجه تدفيني، عادني الاحق المساكين. يا اخي انت لا تقلق في حسبتك، كم بتخسر عسى الله 10 او 20 او اكثر قيمه 2 بطانيات؟ ابشرك يمكن قد الله يعوضك بدل هذا المبلغ اللي تبرعت فيها اضعاف اضعاف، او يحقق الله لك شيء كنت انت تتمناه وكان عليك صعب انك تحققه بسبب الصدقه هذه اللي قدمتها لوجه الله، وليس ذلك على الله بعسير، ولكل من يتبرع بالقليل او بالكثير ان شاء الله الرب يجعلها في ميزان حسناتكم. وفي نهايه الفيديو نختم الفيديو بالصلاه على رسول الله، صلوات ربي عليك يا حبيب الله يا محمد، وفي امان الله.